عبد الله أمغار يختتم فعالياته هذه السنة بعروض تبوريدة جنبا إلى جنب مع منافسات المصارعة التقليدية أو المعابزة كما يعرفها المختصون والممارسون. نشاطان تقليديان متوارتان منذ قرون لدى المغاربة، حيث كانا يحضران من قبل في مختلف المواسم والتظاهرات، وقد نالت هذه المبادرة التي تنظم للسنة الثانية على التوالي إعجاب ومتابعة الجمهور الحاضر. لإنجاح هذه اللعبة ولإحيائها في ذاكرة المواطن المغربي الرياضي يسعينا أن نستمر في تنظيم هذه اللعبة كل سنة. المصارعة التقليدية هذه تقريبا سنتين بدات في مسمى عبد الله، هذا هو الموسم الثاني لها، وكما كتشوفوا وقعت واحد الإقبال جماهيري كبير. رياضة المصارعة التقليدية فهي منها كيتكونوا معظم المصارعين باش يدوزوا للتير، وهذا شرف لنا كبير باش تكونوا تنظم في مدينة كمدينة الجديدة. فعالية موسم مولاي عبد الله أمغار استقطبت هذه السنة أزيد من 400 ألف زائر وحوالي 1800 فرس وفارس من مختلف أنحاء المملكة، أرقام عززت مكانة هذه التظاهرة كموعد للحفاظ على التراث والتنشيط السياحي. كانوا مواسم المسوشه ما بين فاس ومكناس كتقوم يعني بموسم على اكمله، يعني كانت يعني الفكره ديالو هي المصارعه التقليديه. الاعداد فاقت كل التطلعات ديال المنظمين، وبالتالي هذا دليل على ان الدوره كانت ناجحه وناجحه بامتياز. فروسيه كذلك كانت انشطه ديال المصارعه اللي كانت الرياضه التقليديه اللي كانت كيعرفها موسم مولاي عبد الله منذ مئات السنين، وكذلك كانت الصيد بالصقور. داز الموسم احسن ما يرام، داز الموسم مزيان، داز بخير، داز تنظيم زوين، تنظمنا مزيان وتفرجنا مزيان وجابوا لنا البارود مزيان. المشاوشة أو المصارعون نالوا إلى جانب فرسان الصربات المشاركة بالمهرجان تصفيق الجمهور وتكريم اللجنة المنظمة بعد أن ساهموا في إحياء إحدى العادات المغربية المتوارثة منذ أجيال والمرتبطة بالمواسم والفانتازيا التقليدية.